بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. كل لحظه وانتم بخير يا جماعه. النهارده باذن الرحمن ده مشترياتنا بقى، مشتريات كده إيه يعني جت بالصدفه، والله ما كانش في الحسبان خالص، اكتر من ان الحمد لله رب العالمين. انا البنات عندي جايين لي ان شاء الله بكره باذن الرحمن يا رب، جايين عندي على الغدا، فهم طلبوا مني سمك يا جماعه. فالمهم رحت اشتري السمك النهارده بقى، طبعا زي ما بيقولوا بقى اشتري السمك و... و... وحوايجه زي ما بيقولوا، او الحاجات اللي مطلوبه معاه. فالمهم رحت عشان اجيب السمك، فهقول لكم الاسعار بقى، واجيب كمان انا كنت عايزه فعلا الجزر، انتوا فاكرين انا عايزه الجزر علشان البسله، فانا هقول لكم انا عملت ايه، وهقول لكم بقى بالاسعار ومن اول ما جبته. طبعا جبت البوري ده ما شاء الله اهو يا جماعه، هو مش كبير والله ولا حاجه، بس يعني هو لسه طازه. انا بقول لكم اتصلت بالراجل الله يكرمه يا رب، قلت له انت هتجيب، لان البنات هيجوني، انت هتجيب الطازه امتى؟ قال لي بكره الساعه 8 ونص تعالي فوت عليا. المهم رحت له كده حوالي الساعه 9 يا جماعه، لقيته كان منزل الحاجه خلاص بقى من العربيه، فجبت ما شاء الله لسه زي ما هم صاحي خالص اهو. جبت البوري ده ما شاء الله الكيلو ب 70 جنيه، وجبت كمان البولت ده بقى، بس بصراحه الاسماك غاليه قوي قوي. جبت السمك الصغير ده يا جماعه، شبار والله صغير خالص، ما يعتبرش كبير يعني، يعني هو ما ينفعش يمكن آلية. الكيلو فيه ب 60 جنيه، غالي قوي قوي. بس طبعا انا بالذات حاجه الشوي يا جماعه لازم تكون نظيفة وبطنها نظيف، علشان يعني احنا عندنا ما بنفتحش البطن، فبتبقى السمكة بخيرها كده. فطبعا لما تكون بطنها نظيفة مع الشوي وكده ما بتفكش بقى، او ما بتتفجرش كده، وتعمل وتيجي الحاجات بتاعتها ديت على اللحم بتاعها. فطبعا لما بتكون سمكة نظيفة زي ما بيقولوا الله يرحمك يا ابا، كان يقول لي السمكة صايمة، السمكة صايمة يعني ما هيش راعية، بطنها نظيفة، ما هيش اكل حاجة بقى من الحشائش والحاجات دي. فطبعا بتتشوى بتطلع بخيرها زي ما شكلها كده. فانا بقول لكم جبت البوري خلاص، وجبت البولت ده. طيب وقمت جايبه خس كمان، طبعا لما شفت الخس ده ما شاء الله، شايفين الخصايه قد ايه؟ خصايه قصيره قوي. حتى انا بقول للست، قلت لها ده الخس ده صغير قوي، قالت لي بس بلدي جميل، وهو فعلا بلدي. شايفين ملفوف ازاي اهو، القلب بتاعه ملفوف من جوه ما شاء الله اهو. انا جبت كل الخضره دي يا جماعه ما شاء الله كده كلها كده ب 15 جنيه. طيب جبت ايه بقى؟ جبت عشان السمك، جبت بصل اخضر اهو، وجبت كرات كمان، كرات بلدي، وجبت جرجير ما شاء الله اهو شايفين، وجبت طبعا خضره المحشي دي كمان، انا هقول لكم انا جايباها ليه اهو. انا الحاجه المهم ان انا جبت حاجه البصل، حاجه السمك اللي هو البصل والكرات والجرجير. طيب جبت الخس بقى، طبعا بقول لكم ماهوش مش حاطاه في دماغي، بس لما لقيته ولقيته فعلا خس بلدي وجميل كده حلو قوي، جبته وما شاء الله كله ورق يا جماعه اهو. فانا قلت هحشي الخس ده. فانا جبت كمان الخضره دي، الرابطه ب 50 قرش. الرابطه يا جماعه في الديب بنص جنيه، جميله خالص حلوه اهي. جبت الخضره دي عشان هعمل ورق الخس، هعمله ان شاء الله احشيه. وجبت كمان لقيت الكوسه يا جماعه، الراجل عمال ينادي، شايفين زي الفل لسه بالنواره بتاعتها اهي، مجموعه لسه النهارده قاعد يقول ب 5 جنيه ب 5 جنيه. قلت يا ما انت كريم يا رب، جبت كل الكوسه ما شاء الله، لا هي صغيره أو ولا كبيره، بتاعت حشو وجميله خالص اهي، زي الفل كده اهي اهي ما شاء الله. والله يا جماعه قعدت انقي، الله يبارك له يا رب، سايبنا نقي من قفصين كمان. فالمهم انا جبت كده الوقت، جبت دول 3 كيلو، ال 3 كيلو ب 15 جنيه. طبعا هعمل المحشي بتاعنا اللي هعمله ايه، هعمله ورق خس، وهعمله الكوسه، وهعمل كمان بتنجان يا جماعه اهو. انا جايبه بتنجان كمان اهوتي زي ما انتم شايفين. انا بحب دايما لما اجي اعمل المحشي اولف كده، يعني يبقى عندي حاجات كتير اعمله، او يبقى محشي مشكل كده، بحبه قوي ان انا اعمله محشي مشكل وياخد من بعض بقى، يعني المحشي نفسه بياخد من بعضه كده في كله بيبقى طعم كل واحد، او كل الطعم نفسه بيدي لبعضه بقى. طيب جبت الفلفل ده يا جماعه، الفلفل ده خلي بالكم يعني او شطه ما اعرفش، هو المهم شوفوا ما شاء الله حجمها كبير ازاي. طبعا برضو هحشيها، بس مش هحشي من هنا كده من عند البذر ده، لا هحشي من قدام كده عشان تدي عايزه بس ريحتها وطعمها في المحشي، وفي نفس الوقت تدي طعم بس. فانا بقول لكم طيب جبت الشطه دي بكام؟ الكيلو ب 15 جنيه، طبعا في كل حته ب 20، وفي ب 30 طبعا اللي هي الحراقه الحمراء قوي. انما دي حراقه برضو، بس انا جبت على قد بس، قال لي ب 15، قلت خلاص هنجيب دلوقتي، جبت ب 15 جنيه تمام. طيب جبت كمان الطماطم النهارده الكيلو ونص ب 10، وخلي بالكم لسه كمان على دخلة رمضان هيبقى ازيد من كده، بس انا بقول لكم جبت الكيلو ونص ب 10 عشان السمك، يعني انا بقول لكم جبت كده حاجه السمك ازاي. طيب
طبعا الجزر ده بقى انا بقالي كام يوم قاعده استنى رامي ربنا يصلح حاله يا رب، واتصل بالتليفون يا عم رامي انت واقف فين عشان اجي لك. طبعا الجزر ده انا قايله لكم شايفين الجزر بقول لكم طعمه جميل ومسكر وحلو قوي من الراجل اللي انا بجيب منه ده، ربنا يبارك له يا رب. ده خزين السنه كله بجيبه منه كل سنه الحمد لله، ربنا يديله الصحه يا رب. طيب انا عملت ايه؟ فاكرين انا جبت البسله يا جماعه وخلصتها وعينتها من غير الجزر، قلت لكم لما يجي الراجل اللي انا هجيب منه الجزر الطازه. فانا بقول لكم اتصلت بيه امبارح وقال لي هكون في نفس المكان اللي انا بقف فيه بكره ان شاء الله. فالنهارده رحت له خلاص وانا في السوق قمت رايحه له كده. جبت منه الجزر ده، الجزر النهارده الكيلو ونص ب10، وانا عارفه اصلا ان هو اغلى من كده بس هو بيبيع ما شاء الله. جاب لي الكيلو ونص ب10 دول ب 30 جنيه يا جماعه اهم. بسم الله ما شاء الله زي الفل. حتى وانا بنقي اقول له يا رامي هات لي الكبيره علشان فيه هبشره في السلطه وفيه هعمله اقطعه للبسله. فالمهم جاب لي كده ما شاء الله الكميه ديتي هعمل منها للسلطه وللبسله. طيب جبت كمان يا جماعه قبل ما اقول لكم على الموز هقول لكم هنا جبت البتنجان ده اهو. وده البتنجان بقول لكم البتنجان ده يا جماعه الكيلو ب5 جنيه ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهو. جايباه كله لحم هو مش هو رومي يعني المفروض يكون بتنجان كبير كبير في الحجم، بس انا بقول لكم بجيبه دايما الصغير ده بجيبه عشان حاجتين. الصغير ويكون خفيف خفيف علشان ما يبقاش مبزر، لو تقيله بتبقى مبزره ما تجيبوهاش خالص. وفي نفس الوقت بجيب الحجم الصغير ده علشان وانا بعمله كده بحطه بدحرجه في القلايه كده او في المقلايه علشان بمعلقه زيت واحده اكني بعمل الطويل. حتى دي طويله اهي بس كلها لحم جميله اهي ما شاء الله وخفيفه حلوه. فبقول لكم بجيبها كده عشان وانا بدحرجها كده في الزيت بمعلقه زيت واحده يبقى منها ان انا بوفر في الزيت ومنها كمان ان انا وفرت في الفلوس، لان الطويله اللي زي دي كده ب10 جنيه الكيلو. فانا جايبه كده دلوقتي جبت البتنجان ده نقيت منه اللي هو الصغير اللي بقول لكم هعوزه يعني احطه اهو احطه كده في الزيت ادحرجه. الكيلو ب5 جنيه جبت 2 كيلو ب10. طيب جبت كمان الموز يا جماعه جايباه ما شاء الله بقى عشان هعمل منه حاجتين. طبعا هنا اللي ناكل منه او اللي يشرب اللي يعمل موز باللبن بقى والفراوله على دماغي مع الزبادي وكده يعني. طيب انا جايباه كمان علشان ايه؟ علشان انا هعمل كاستر او هعمل ايه؟ هعمل البسكوت ده بالموز والكاستر. طبعا انا ما عنديش كاستر وعندي الكاستر العلبه غاليه يا جماعه. فانا جبت النشا ده دول ب5 جنيه نشا سايبه وما بحبش النشا التانيه يا جماعه. النشا السايبه دايما بتبقى بارده يا جماعه. فانا النشا اللي اقصد اللي هي في العلب بتبقى بارده. فانا دايما بجيب دايما النشا سايبه من عند الراجل. فما شاء الله كده زي الفل. خلاص انا هعمل منها اهو. وجبت بسكوت كمان البسكوت الاهلاوي ده الواحده ب2 جنيه. جبت دلوقتي دول 5 ب10 جنيه. طيب 5 ب10 جنيه وطبعا كيسين فانيليا كمان اهو. والنشا خلاص كده هعمل باذن الرحمن يا رب موز بالبسكوت والكاستر ده بيطلع جميل جميل فعلا حلو قوي. ده الحلويات اللي انا اعمله. طيب هعمل حاجه تانية كمان. العلبه دي يا جماعه اهي دي علبه جلاش اهي الكام يا ستي اهو كام نص كيلو 500 جرام اهو. ديت جاي العرض عليها الثلاثه ب25 جنيه. انا جبتهم الثلاثه ب25 جنيه ده العرض يا جماعه. جبت 3 فعينت 2 وجبت واحده خلاص خدتها اهو. هعمل بقى كمان وجبت لها فول سوداني. الفول السوداني دول ب10 جنيه وجبت كمان ب10 جنيه اسمه ايه يا ربي زبيب. ما لحقتش طبعا السنه دي سبحان الله يا رب. انا كل سنه بعمل زبيب عندي بس بصراحه السنه دي يعني انا يمكن ما لحقتش اكل عنب اصلا عشان اعمل منه زبيب. اقول لسه العنب راح خلص والحمد لله رب العالمين. العنب السنه دي كان بيتهيألي عامل زي المشمش مدته بسيطه خالص ما لحقتش بصراحه اعمل حاجه. فالمهم انا اشتريت دلوقتي 10 جنيه زبيب و10 جنيه فول سوداني. وطبعا عندي بقول لكم الجلاش ده خلاص اهوتي. انا كنت جايبه ثلاث وحدات في العرض بتاعهم كان ب25 جنيه الثلاثه. فانا هعمل منهم كده ايه فطيره برضه بنفس الحكايه بالمهلبيه دي او بالنشا بالقشطه يعني اللي هي النشا دي. هعمل منها باذن الرحمن ما اسمها ايه يا ربي فطير او الجلاشه بقى هعملها فطيره باذن الرحمن. وانا عملتها معاكم قبل كده طبعا والله ولا بتاعه المحلات وحياتك يا رب يعني. شوفهم بتطلع رائعه رائعه وان شاء الله لما اعملها هوريها لكم واوريكم شكلها وهتشوفوا شكلها وتقولوا وانتوا تحكموا كمان. بتطلع فعلا جميله خالص خالص وانا بقول لكم عملتها معاكم قبل كده.
فانا بقول لكم جبت دلوقتي النوعين الحلويات ده، اللي هو البسكوت الموز هنعمله، وكمان ربط لفه الجلاش دي ان شاء الله مع الفول السوداني والزبيب هنعملها باذن الرحمن يا رب كده ان شاء الله. يبقى ده مشترياتنا النهارده اللي انا جبتها من السوق، او يعني من نواحينا، مش السوق نفسه، السوق مش عندنا النهارده. بس انا ما رحتش السوق بصراحه، السوق كان عندنا امبارح وانا ما رحتش لانه ما كانش في دماغي، بس لما لقيت البنات بيقولوا هنجيلك يا ماما وعايزين ناكل سمك مشوي، فانا خرجت خلاص اجيب السمك ده باذن الله النهارده ليهم. وجبت بقى الحاجات بتاعتهم دي. طبعا طول ما احنا ماشيين في السوق يا جماعه بنشوف من نفسنا كده الحمد لله رب العالمين، الحاجه اللي تكون رخيصه هنجيبها ويكون احنا محتاجينها برضو هنجيبها معانا في البيت، لان هي مش هتقول لا. يعني الخس طبعا ما حدش بيستغنى عنه ابدا، وفي نفس الوقت انا جبته استغليت ان انا هجيبه زي ما انتم شايفين كده جميل اهو، ورقه حلو قوي، قلت اعمل منه كمان المحشي. يبقى انا استغليت عملت المحشي ده باليوم كله، ما كملش حاجه خالص، ما كملش يمكن 5 جنيه ولا 10 جنيه بالكتير بالكوسه كمان. فالحمد لله رب العالمين. وابقى كده يعني وانا في السوق نفسه بنبقى كلنا بنفكر يا جماعه كامهات وماسكين الميزانيه وماسكين مصاريف بيتنا، بنبقى عارفين ايه اللي بنعوزه لبيتنا بنعمله. فانا بقول لكم حاجه زي دي، قلت لا خلاص انا لقيت الخس بلدي وجميل خالص، يعني هاكل منه وهحشي منه كمان. يبقى انا زي ما بيقولوا ضربت عصفورين بحجر. ادي اهو الخضره النهارده جميله خالص زي الفل، زي جميله فعلا اهي وحلوه قوي. جبت ما شاء الله عشان اعمل منها دي. والكوسه طبعا النهارده بتقول يعني كلوني يلا. شايفين الجمال، شايفين الجمال. بقول لكم اهو كوسه حلوه قوي بصراحه، لما شفتها فرحت قوي. والكيلو ب5 جنيه كمان، يعني ارخص من السوق نفسه اللي انا بروحه اللي هو السوق الشعبي كمان. بجد كان دي ارخص النهارده. انا كنت بجيب من السوق بس كانت الحجم الكبير اللي انا بقول لكم بقليها، انما النهارده لقيتها كده الحمد لله يا رب. مبسوطه بصراحه اني جبتها. وطبعا الجزر علشان اكمل بقى البسله بتاعتي واحط الجزر يا جماعه قبل ما تقريبا الراجل ده حتى النهارده بساله بقول له هو الجزر اللي انت بتجيبه يا رامي ده من لغايه امتى؟ قال لي لغايه نص 4. بعد كده هيطلع بقى الجزر بتاع الثلاجات اللي بيبقى طعمه مر.